انا صحيح يا دكتور، الواد ابن اخويا النهارده وقع واتعور وجاب دم. على فكره احنا كنا هنجيلك بيه على العياده، بس الحمد لله عرفنا نتصرف. لا الف سلام عليه. طب وعملت له ايه؟ عملنا له التصرف الصحيح المعترف بيه في كل البلد عندنا. كبسناها له بن وعمل دماغ. انت بتتريق يا دكتور؟ بتتريق؟ انا مش بتريق ولا حاجه، بس التصرف اللي انتوا عملتوه ده مش تصرف صح. لان البن ده هيلزق على الجرح بتاعه، ولما تروح بيه لاقرب مستشفى او مكان عشان يسعفه هيعمل مشكله كبيره جدا وهو بيشيله من على الجرح. كمان البن ده ممكن لو فيه وعاء دموي مفتوح يدخل ويعمل زي جلطات صغيره تضر المريض بشكل كبير جدا. امال ايه التصرف الصحيح اللي المفروض كنا نعمله؟ التصرف الصح والمناسب ان لما نلاقي حد قدامنا مصاب وفيه جرح لازم نجيب حاجة نظيفة، شاشة أو قماشة، ونبدأ نربط بيها الجرح ده ونضغط عليه، وما نشيلش القماشة دي أبدا لغاية ما نوصل بيه لأقرب مستشفى أو مكان فيه طبيب يقدر إن هو يسعفه. تمام يا دكتور، أنا كده فهمت. طب بالنسبة بقى لعضة الكلب، يعني البن تمام؟